في مفهوم كده ان انت متعرفش تستمتع لوحدك، وان انت عشان تتبسط لازم تتبسط مع الناس. انا عاوزه اقول لكم مثلا قصتي وانا صغيره. كانت ماما، احنا بنتين بس وما عندناش حد في العيله كان قريب من السن، فحبيبتي كانت بتقعد تعمل ايفنتات ورحلات عشان تجمع اصحابها عشان تلاقي لنا ناس نلعب معاهم يعني. واتحفر في مخنا ده ان انا مش هنعرف نتبسط غير لما يكون معانا ناس. لما كبرت شويه انا عاوزه اقول لكم ده عطل حياتي قوي. عطل حياتي ان انا لازم اتبسط معايا ناس، لازم يكون في وجود ناس، لازم يكون. وبقت بعمل حاجات كتير قوي 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 عشان الناس تبقى في حياتي، وده فعلا وجعني كتير لان كان في ناس بتستغل ده ضدي. تعالى اقولك، عشان تقدر تتبسط لازم انت تعرف تتبسط لوحدك، لازم تعرف تستمتع بكل حاجه لوحدك. لما بتكبر كمان ساعات بتبقى حتى وجود الناس ما بتعرفش تتبسط في وسطهم، لان الحقيقه لو انت ما اتبسطتش من جواك محدش هيعرف يبسطك. لازم تتعلم تتبسط بكل حاجه، حتى لو لوحدك. تتبسط من المناظر الطبيعيه، تتبسط باكلك، تتبسط وانت بتعمل شوبينج لوحدك. لازم تعمل اكتيفيتي انت تاخد انت وانت كده وتقعدوا تتكلموا سوا. اغلبيه حياتنا بنهرب من الكلام معانا، بنهرب من دوشه دماغنا، بنبقى عاوزين حاجه تسكتنا، وده حقيقي ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيزود المعاناه. قلل معاناتك، تتعرف على نفسك وحبها وتبسط معاها.